تخيل حصن جدرانه زي الجبال، متقفل بالأقفال والسلاسل، وجيش كامل من المسلمين واقف عاجز قدام أسواره. احنا بنتكلم عن حصن بابليون في قلب مصر، الحصن اللي الروم كانوا شايفينه إنه مقبرة لأي حد يحاول يقرب منه. الشهور بتعدي والسهام بتنزل من فوق زي المطر، والخنادق حوالين الحصن بتخلي أي هجوم انتحار حقيقي. وسط اليأس ده وصوت الرياح اللي بتهز خيام الجنود، ظهر رجل واحد قرر ينهي الحكاية دي بطريقة ما كانتش تخطر على بال بشر. بطلنا ما كانش مجرد جندي، ده كان حواري النبي، وأول واحد في الإسلام يشهر سيفه للدفاع عن الدين. وقف قدام القائد عمرو بن العاص وقال له جملة واحدة: إني أهب نفسي لله. طلب من زمايله يجهزوا سلم خشب طويل جدا، واختار لحظة الليل والضلمة مغطية كل حاجة، وبدأ يتسلق السور العالي لوحده. تخيل المشهد: رجل متعلق بين السماء والأرض، والجنود الروم فوق راسه بيمشوا بأسلحتهم، وأي غلطة أو صوت أو حتى نفس زيادة معناها الموت. وهو طالع، السهام كانت بتعدي من جنبه زي البرق، لكن قلبه كان مليان يقين ملوش حدود. أول ما لمست رجله قمة السور، وقف بكل شجاعة ورفع سيفه للسماء وصرخ بأعلى صوت هز أركان الحصن: الله أكبر! الروم جوه الحصن اتفزعوا، افتكروا ان جيش المسلمين خلاص اقتحم المكان وبقوا وسطهم. الرعب شل حركتهم وبدأوا يهربوا في كل اتجاه. في اللحظة دي بطلنا نزل زي الصعقة وسط الجنود، وقدر يوصل لباب الحصن ويفتح الأقفال الضخمة ليدخل جيش المسلمين فاتحا لأعظم حصون أفريقيا. جسمه كان فيه أكتر من 30 طعنة وضربة سيف، لدرجة إن ابنه كان بيقول إنه كان بيحط صوابع في الفتحات اللي سابتها السيوف في كتفه من كتر عمقها. كان دايما في الصفوف الأولى، وما كانش بيعرف يعني إيه خوف من بشر. والبطل ده هو الزبير بن العوام. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.